الاحزاب سامحها الله وبعض القيادات يمكنني نقول جميع المنخرطين في حزب الاستقلال بل كل الشعب المغربي، الشعب اقول الشعب، الى جمعوا الثروات ديالو اقسم بالله ما يوصلوا لثروه واحده ديال رئيس حزب التجمع الوطني الاحمر. مغاربه 30 مليون مغربي ويجمعوا والله ما يوصلوا لها، ما يوصلولاش. مليار و750 مليون اورو دولار، ما نعرفوش تحسبوها بالدرهم ولا بالسنتيم. 1500 بومبا، 1500 فين ما مشيتي تشوف افريقيا، وهو الذي يؤدي اليوم مبالغ ماليه كبيره لبعض المواقع وبعض الجرائم مع كامل الاسف من اجل التدخل في الشان الداخلي لحزب الاستقلال. هذا هو الواقع اللي تنعيشه اليوم. تشوف انسان البارح كان في شأن واليوم اصبح في شأن غير في هذه المده ديال البلوكاج. لان لما هضرت يوم امس فاس وهضرت على الثروه ديال السي اخنوش دغيا تيجري شي اتصالات عبر الناس ديالو شنو غيكون الرد وشنو ويبعدوا مني. حنا كنا بعيدين منك السي، كنا تنحترموك السي رغم هذه طبيعتنا، ولكن من يستفيد من الدعم ديال المواد الاساسيه؟ شكون اللي تياخذ فلوس البوطاكات واللي تياخذوا المصالح؟ كيفاش يكونوا هذه العلوم اللي تكون مصلحه من المصالح بالدوله المغربيه؟ ما خصوش يكون، ما يمكنش بعد الرياض ديال الدرهم في البوطاكات. الناس تيفرضوا باش الدعم للفقراء ما يتعطاش. هذا السي اخنوش فرضوه رئيس ما تعطيش الدعم للفقراء. هادو غير الفقراء هذا الوطن، الفقراء راه 30 مليون صحيح. ما باش يقول لك اننا غالبيه الشعب المغربي